باشمهندس، حضرتك ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض اسال عليها عشان اتاكد من جوده الكورس؟ انا قلت قبل كده جوده الكورس بتيجي خلاص من اللي بيعمل الكورس نفسه، خلاص من المكان اللي بيدي الكورس. يعني بالترتيب كده، المكان نفسه، وبعد كده الشخص نفسه. يعني المكان مثلا، يعني النهارده انت لو بتروح بتاخد كورس في MIT ستانفورد، جامعه كبيره قوي، ساعتها ممكن ايه الاسم نفسه بتاع الدكتور او المقدم نفسه. ليه؟ هو طبعا بيفرق برضه، بس اللي عايز اقوله ايه، انت جاي على السمعه بتاعت المكان نفسه. واحد مصنف، يعني جامعه مصنفه من اكبر واهم الجامعات في العالم، لما تيجي هو المكان نفسه، بعديها يجي الايه، الشخص نفسه. خلاص، الشخص نفسه اللي بيلقي ليه؟ لان الجامعه المحترمه، الحاجه اللي متصنفه، المكان اللي متصنف تصنيف كبير قوي عالميا، مش هيسمح بسمعته ان هو يديليفر حاجه خلاص مش بلو كواليتي، مش هيسمح بهبل، مش هيسمح بحاجه. خلاص، نفس الحكايه بالنسبه للشخص اللي بيديليفر كورس. خلاص، لو ليه تصنيف، لو ليه هو الشخص زي ما قلت لك هو مصنف عالميا و شخص اشتغل في شركات كبيره و مش هيسمح، لان السمعه بتاعته اهم من اي شيء. فالناس الرانك بتاعها عالمي. فزي ما انت بتبص لرانك الجامعات، خلاص، انت بتبص يعني هتجيب زي ما قلت لك جامعه كفر الشيخ، زي مثلا ستانفورد، لا، فنفس الحكايه، انت بتاخد من كورس من حد مصنف عالميا، او طبعا في تصنيف للاشخاص، لا، الباك جراوند بتاعته، اشتغل في شركات ايه، كل الكلام ده. هتقول لي انت بتقول اللي بيناسبك او اللي هو اللي انت شايفه عليك، والله انا بقول لك دي وجهه نظري. تمام، يعني تروح لحد يشتغل في شركات عالميه و هتقول لي ما هو ممكن يعمل كده وفي نفس الوقت مش كويس. هقول لك الفكره كلها ان الناس اللي بتبقى وصلت للليفل ده بيبقى عندها حاجه اسمها الايه، اللي هو الايثيكال، بروفيشنال ايثيكال، يعني هو مهنيا ما يعرفش يعمل غير كده عشان يقدر يعني الشخص عشان يبقى في الشركات الكبيره دي مهنيا هو متعود على كده. فهمت قصدي؟ عشان كده هو ده الفرق.